عمرك حسيت ان انت حياتك فيها حاجة ناقصة؟ بتشتغل، بتاكل، بتشرب، بتنام، بس انت حاسس برضو ان في حاجة ناقصة. اللي ناقص مش وقت ولا فلوس، اللي ناقص المعنى. ان انت حاسس ان حياتك ما فيهاش معنى. علم النفس بيقولك ان الاشخاص اللي دايما عندهم معنى لحياتهم او محددين اهداف بتكون صحتهم النفسية اعلى بكتير. طيب ده ليه؟ ده لان ان انت لما بتكون محدد لنفسك هدف او معنى، انت بتبرمج مخك انه يركز على الايجابيات، فبالتالي بيبدأ يعلي الدوبامين والتحفيز، فبالتالي بتبدأ تحس ان انت عايش فعلا، مش مجرد موجود وخلاص، ان انت في هدف انت عايز تسعى عشانه. ودي اهمية وجود الاهداف. في دراسة اتعملت في Journal of Psychiatric Research، الابحاث اكتشفوا ان الناس اللي عندهم اهداف في حياتهم وشايفين ان حياتهم فيها معنى بتكون معدل المناعة عندهم عالي جدا، بيكون عندهم جودة نوم عالية، دايما عندهم ايجابيات في حياتهم، حاسين ان هم مبسوطين، لان هم شايفين ان هم عندهم هدف لازم يصحوا يحققوه، فبالتالي شايفين ان حياتهم لها معنى، حاسين ان هم عايشين مش مجرد موجودين وخلاص. فانت لازم تحدد لنفسك هدف، ولو محتاج ان انت تكتشف نفسك وتكتشف اهدافك، احنا نقدر نساعدك. ده ممكن تتواصل معانا وتبعت لنا على رسائل الصفحة، واحنا هنساعدك تكتشف نفسك وتحدد اهدافك وازاي توصل ليها. فلو انت حابب انك تطور من صحتك النفسية، يبقى لازم تكون واحد مننا وتعمل لنا فولو على الصفحة دي وتعمل لايك، وما تنساش ان دايما في مساحة نفسية بنقولك استمتع بوقتك يا صديقي.